البيه بيقول ما بيقابلش الاشكال دي. اشكال مين؟ اشكالك منك ليه؟ ده كلام برضو يا حضرة، ما يصحش كده. احنا خلقة ربنا برضو. يلا يا اختي مش عايزين غلبة. الله، عيب كده، عيب، هتخلع كتفي، ما تزقش. مش قلتلك يا زاهية ما نبنى غير بهدلتنا؟ يا حضرة انا عايزة اقول لك. انت هتخش معايا في حوار. يلا من هنا يا اختي، منك ليه؟ في حاجات بتضيع من هنا. هي حصلت؟ احنا ناس محترمين يا حضرة. معاكي 5 جنيه في جيبك؟ لا ما معيش. تبقى حرامية. ما معيش 5 جنيه هبقى حرامية؟ تبقوا علم بجم. بتقولي ايه؟ بقول سلام عليكم. يلا بينا يا عم موسى. والحل ايه؟ الحل في ايدين ربنا. هتقعدوا تحطوا ايديكم على خدكم وتقولوا الحل في ايدين ربنا؟ اسعى يا عبد. امال هنعمل ايه؟ ما هو لو سكتوا هتبصوا تلاقوا نفسكم بره في الشارع وبالقوه. انتوا مش رحتوا والراجل استحقركم. احنا نروح للعمده. والعمدة هيعمل ايه؟ يعمل غصب عنه، ده اكل عيش يا اخوانا. ان الدكانه دي شالوها عيالي هتموت من الجوع. ده انا بصرف على عيالي وعيال اخواتي، كتيبة عيال. وانا في رقبتي كومي وعندي مرضى. امال انا اقول ايه؟ يا اخوانا انتوا هتقعدوا تندبوا بينا على العمده. انا ما اروحش للعمدة، عصبي وكشري، وانا مش ناقص اسمع لي كلمتين في جنابي، كفايه اللي انا فيه. العمده لا هيحل ولا هيربط، كل واحد ملخوم في اللي هو فيه. والعمدة هيعمل ايه؟ الراجل العجاز معاه العقد ومعاه الارض ومعاه الحجة انها بتاعته، يبقى فاضل ايه تاني؟ كل ده ما يحوشناش اننا نتنور برأي العمده برضه. الله، يعني احنا ما صدقنا استريحنا شويه من موضوع جوزك وطليقك والعيال، ما فاتش جمعه ولا جمعتين ودخلت في موضوع تاني. ما تخليك في اللي احنا فيه يا عمده. عايزاني اعمل ايه؟ اجيب الراجل العجيز وارزعه قلمين واقول له سيب ارضك؟ يا ريت يا عمده تبقى جدع، كلنا نمتن منك. الله 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 الله، ده انت جاي تتمهزقي بقى. جايه اتمهزق اني اقول لك تاخد حق الغلابه من المفتري، ولا جايه اتمهزق اني بقول لك اقف جنب الضعيف لحد ما يقوى عوده؟ بتمهزق يا عمدي اني عايزاك تنصر المساكين واصحاب العيال والعاهات والامراض. الله، اسمعي يا زاهي. نعم يا عمدي. انا هقلع لك الجبه والقفطان، البسيهم وتعالي اشتغلي انت عمده. وماله يا عمدي؟ اشتغل عمده، ما اشتغلش ليه؟ ما دام عمدتنا ملخوم في قطنه وزرعه وقلعه. لا دي قله ادب بقى، امشي خروجي بره من هنا يلا. كده هو يا عمدي؟ هي حصلتك انك تكلميني بالطريقه دي؟ مظالم يا عمدي. وانت مالك انت؟ وانا مالي ازاي؟ هشوف الظلم قدام عينيا واسكت؟ برضه انت مالك؟ ما تخليكي في حالك. ما هو انا نايبني من الظلم جانب يا عمدي، باكل من ورا دكانه منهم. اشمعنى هم ما بيتكلموش بالحماسه دي مع ان الضرر واقع عليهم هم؟ الحق عايز اللي يدافع عنه يا اخوانا. وهم كانوا وكلوكي؟ سيبنا المشكله اللي جايين فيها ودخلنا في حاجه تانية على الجنب. ردي عليا هنا، هم وكلوكي؟ ايوه وكلوني يا عمدي. طيب انتوا وكلتوا الست دي انها تتكلم عنكم؟ ما تنطقوا. شايفه اهو مسكتوا، يعني ما حدش عايزك تتكلمي عنه ولا تنطقي. هم مش ناقصين لسان ولا ناقصين فصاحه يا زاهي. احنا مش متفقين يا اخوانا اننا نيجي للعمده عشان يلاقي لكم تصريفه؟ ما هو يا زاهية، ما هو ايه؟ ما هو عمدتنا مش عايز اللي يقول له. الله، ده راجل ما فيش منه واحنا عايشين ببركته. بركته؟ ده كلام. طب خلوا بقى بركته تحافظ لكم على الدكاكين بتاعتكم اللي هتروح منكم. يا زاهي دكاكينكم هتروح منكم وقاعدين ساكتين، واللي يتكلم تقولوا له البركه. ما عندكمش قوتكم وقوت عيالكم وتقولوا بركه حضره العمده. هتفتوا في بركه حضره العمده؟ يا زاهي يا بنت حسنين، انت زودتها قوي. ما كفايه كده يا زاهي، كفايه. دلوقتي بقى تسيب الناس دي في حالها وتروحي لحال سبيلك. يلا اتفضلي، واقفه هنا ليه؟ يلا بره يلا. هو ده اللي قدرت عليه يا عمده؟ العمده مش قالك بره؟ ما تزقش، كان خابط في روح كتفك يا غفير يا بشريطه يتيمه. مالك يا عم موسى؟ قافل الدكان وحاطط ايدك على خدك كده ليه؟ مالي؟ مش عارفة مالي يا زاهية، مستنين اللحظة الغبرة لما يجوا يشيلوا دكاكيني وتقولي لي مالك. ما احنا قلنا كده، قلت اطلعوا من البلد. يا ريت قلتوا اطلعوا من البلد، ده انتوا ما نطقتوش وقلتوا بركة العمدة. انت يا بنتي اصلك مش جريانة بالدنيا، احنا اخبر منك وعارفين ان الكلام ده ما منوش فايدة. الناس دايما بتقف مع الأقوى، يصعب عليهم الضعيف، لكن لما يجوا يختاروا الأقوى.
واحنا ضعفة يا زاهية، ضعفة. احنا ضعفة، عشان كده لازم نبقى أقوية. احنا الغلابي هنبقى قوية بإيه؟ على الأقل بالصوت، صوتنا يبقى عالي. ده كلام حريم. زاهية سيبيني في حالي، ما لاقيش معاك جنيه سلف عشان عايز اشتري شوية رز للعيال. كان من عينيا يا عم موسى، بس منين؟ أنا معايا نص ريال مستغنية عنه، ينفع؟ خليه، مش هينفع. عم موسى، نعم. انت قافل ليه؟ ما تشتغل لحد ما يجوا ياخدوا الدكاني. ما عدليش نفسي خلاص، وقوع الباله ولا انتظاره. خلاص بقينا في الشارع انا وجراني. اشتغل يا عم موسى، اشتغل واديني ريق حلو وخلي قلبك معايا، ووحياة النبي الدكان مش هيروح منك، لا انت ولا جيرانك. انت بتقولي اي كلام، انا مش هفتح. انت هنا يا زاهية واحنا بندور عليكي. اهلا يا ست بهانه، اهلا يا سمغوري. حضرت لنا الفلوس؟ يا اخويا اصلني اصل ايه، اظن احنا استنينا عليك كتير قوي. اصل الشغلانه اللي كنت بجيب منها قرشين وقفت ولا ما وقفتش، احنا عايزين فلوس. عايزين حق الناس. فيه ايه يا مغاور؟ الست بسلامتها ضحكت علينا وخدت 40 جنيه جمعيه، خدتهم مقدم ودفعت قسطين، وادي وش الضيف. ما هو اصل يا اخويا الظروف اللي مريت بيها هي اللي لخبطت الدنيا، ما انت عارف. واحنا مالنا؟ شوفي، الناس كلت وشي، اذا ما جبتش الفلوس دي في بحر 4-5 ايام احنا هنبلغ النقطه. هتبلغ النقطه؟ هتقول لها ايه؟ ظروفي وحشه يا اخي. هبلغ النقطه اقول لهم انك نصابه، يحبسوكي بالفلوس، على الاقل اطلع انا منها نضيف قدام الناس. شوف ازاي يا بجحتك يا اختي. فلوسك هديها لك، بس طول بالك عليا شويه، ان شاء الله حتى بيع فجله هجيب لك فلوسك. هو الفجله هيجيب 40 جنيه؟ انا قلت لك كنت حره. بينا يا بهاني. بينا يا مغاور. مش قبل ما تشوفي مشكلتنا تحلي مشكلتك انتي؟ ما هي مشكلتي مشكلتكم يا عم موسى، ومشكلتكم مشكلتي. مفيش حل غير انك تروحي لعبد الرازق تجيب الفلوس دي منه. انت مش صرفتي الفلوس دي عليه وعلى عياله؟ اشحت ما اروحش اقول له هات فلوس. يا بنتي ما فيهاش حاجة، ده مسؤول أمام الله إنه يدفع لك الفلوس دي، وبعدين المفروض إنه أقدر منك. برضو يابا يغور بفلوسه، ده باعني لاني ضحيت بولادي يابا، يبقى مش هضحي بالفلوس. طب وهتعملي ايه؟ بقول ايه يا سرية؟ ايوه، الا لو جبت شوية خضار كده وحطيتهم قدام البيت، الا ما يتباعوش. يتباعوا؟ ما يتباعوش ليه؟ بس هتجيبي الراس مال منين؟ هتصرف. عندي خبر جميل لسعادتك يا أستاذ. خير؟ الأستاذ بلتاجي بيه زودك، أصبح مرتبك 400 جنيه في الشهر بدل من 200 جنيه. تتكلم جد مرة واحدة؟ أمال على 3 مرات يا أستاذ. احنا بنلعب يا أستاذ. الله، طب وانت دخلك ايه؟ وانت اللي زودت لي المرتب؟ يا أستاذ أنا كورس، في الدخلة والخارجة كلمة حلوة من هنا على كلمة جميلة من هنا، بتترسب في أعماق الأستاذ أفكار جميلة عنك تخرج على شكل رفع المرتب إلى الضعف، عشان الكلمتين الحلوين اللي بتقولهم في حقي بس، بالإضافة إلى عملك الجيد. خير يا حضرة المأمور؟ خير يا عمدة، اتفضل اقعد. تشكر يا حضرة المأمور. اخبار الزمام ايه؟ تمام التمام. قول لي يا عمدة، انت ليه خصوم في البلد؟ خصوم لي يعني؟ ايوه يا عمدة. ده انا راجل محبوب من الجميع. ليه يا حضرة المأمور؟ ليه السؤال دي؟ جاي لنا شكوى من مجهول ضدك. شكوى ضدني؟ ايوه يا عمدة. عملت ايه؟ مكتوب فيها حاجات كتيرة جدا، انا هطلعك عليها وهنعمل محضر وناخد منك كلمتين. لا حول الله يا رب، خص عليك يا عزبي، ده انا متفاني في خدمتك وسهران على امنك وراحتك.